الحلقة الرابعة من رحلتنا مع الميثوتريكسات. النهاردة هنكشف السر اللي بيقلل الأعراض الجانبية تماماً. بس قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد من المعلومة المهمة دي. لو بتاخدوا ميثوتريكسات يبقى لازم تسمعوا الكلام ده فوراً، في سر مهم جداً. الميثوتريكسات طبعاً علاج معروف جداً، والشكل الأكثر انتشاراً ليه هو الأقراص دي. وفي ناس بتاخده عن طريق الحقن، وطبعا ده بيحدده الدكتور المعالج. بس العلاج القوي ده ليه آثار جانبية، وهنا بقى بيجي دور السر اللي بنتكلم عنه. والسر ده هو حمض الفوليك. أيوة، حمض الفوليك. طيب إيه أهمية حمض الفوليك في الحالة دي وليه هو ضروري قوي كده؟ ببساطة الميثوتريكسات وهو بيشتغل بيقلل مخزون حمض الفوليك في الجسم، وده هو سبب الأعراض الجانبية. تمام، يبقى إيه هي الطريقة الصح اللي ناخده بيها عشان نستفيد منه؟ في طريقتين، والدكتور بيحدد الأنسب، إما يومياً ما عدا يوم الميثوتريكسات أو جرعة واحدة بعده ب 24 ساعة. لكن في قاعدة مهمة جداً وما ينفعش أبداً نكسرها. ركزوا في دي قوي. القاعدة بتقول ممنوع تماماً ناخد حمض الفوليك في نفس يوم جرعة الميثوتريكسات. يعني الخلاصة، الميثوتريكسات بيستهلك الفوليك والفوليك بيعوضه. أهم حاجة، الاتنين مش في نفس اليوم أبداً. قولوا لنا في الكومنتات إيه أكتر معلومة زي دي فرقت معاكم في رحلة العلاج. لو حسيتوا إن المعلومة دي مفيدة ما تنسوش اللايك والشير عشان توصل لغيركم، وتابعونا للمزيد.